اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن تصغير الثدي. انا دكتور وائل يحيى، والاحساس نعمه. الثدي احنا اتفقنا ان هو في الرجاله زي الستات، عباره عن دهون وغده. مع الحمل، مع الرضاعه، مع التقدم في العمر، اختلال الهرمونات شويه، تلاقي الثدي بيكبر شويتين، يسبب شويه مشاكل نفسيه وشويه مشاكل في الحركه وفي اللبس. ولو واحده متزوجه بتسبب بعض المشاكل مع جوزها. ده كده حاجات نفسيه. شويه مشاكل بقى في الفقرات او الظهر او الرقبه، دي بتحصل في الاحجام الكبيره. لكن في الاخر زي ما اتفقنا ان الثدي هو رمز للانوثه، ما يبقاش بالنسبه لها بيسبب لها لا مشاكل لا في لبسها ولا في شغلها ولا مع جوزها. طيب ايه اشهر حاجات بتتسأل قبل عمليه تصغير الثدي؟ رقم 1 الجرح بتاعي فين؟ رقم 2 قد ايه فتره التعافي؟ رقم 3 الاحساس نعمه، احساس الحلمه والهاله، ده مختلف جدا عن بقيه الجسم. هنبدا من السؤال الثالث. الاحساس يعني ايه؟ زي الجلد كده، ساقع وسخن، التاتش والفاين تاتش، بلس الاستثاره الجنسيه. ما ينفعش النهارده عمليه تصغير الثدي تنتهي بان المريضه فقدت اي حاجه من الحاجات دي. بالتقنيات الحديثه والطرق الجديده اللي بقت بتتم، كل الحاجات دي بترجع تاني في خلال من 6 اسابيع ل3 شهور تقريبا. ما عندناش عيان النهارده بيفقد الاحساس في الحلمه والهاله. زمان كنا نسمع عن عيان فقدوا الحلمه والهاله اصلا، دلوقتي مش موجوده تقريبا القصه دي. رقم 2 فتره التعافي قد ايه؟ فتره التعافي في عمليات الثدي تقريبا من 3 ايام ل5 ايام، مش اكتر من كده. الجرح بتاعي هيبقى فين؟ طالما قلنا ان انا عندي حجم كبير، معناه ان انا في سقوط، يبقى داير ما يدور الحلمه والهاله لازم في جرح. نختلف بقى ونتفق في 3 جروح تانيين، يا شكل تي وده الجرح القديم بالنسبه لنا وبقى مش محبب قوي، يا اما جرح طولي او زي حرف الجي. الترند اللي موجود دلوقتي عندنا ان هو يبقى جرح طولي اطول 2 سم كده في البطن. ده ليه ميزه مهمه جدا ولكن ليه عيب. ميزته الاساسيه ان هو على المدى البعيد الجرح ده تقريبا بيبقى مش موجود. عيبه ان اخر 2 سم بيتاخر شويه التئامه، يبقى الجرح كله بتاعنا داير ما يدور الحلمه والهاله بقى كويس، الجرح الطولي بقى كويس، اخر 2 سم دولت بنوزع عليهم بقيه الجلد، بمعنى ان الحته دي هتفضل بنغير عليها لمده تقريبا من 2 ل3. في الاخر الشكل كله تقريبا بيروح. يبقى احنا كده الشكل بتاعنا بقى كويس جدا، شكل الثدي بقى كويس جدا، شكل الجروح بتاعتي تقريبا مش باينه، الاحساس في الحلمه والهاله بقى كويس، فتره من 3 ل5 ايام مش فتره صعبه، بالعكس. يعني لو بالكتير قوي ان انا المريضه تعمل عمليه وتمشي في نفس اليوم، خلال اسبوع ترجع شغلها تاني وترجع لحياتها الطبيعيه تاني بقى، ان كان شغلها او الميه اللي هتنزلها او مع زوجها في خلال اسبوع، اعتقد دي من انجح عمليات واكتر عمليات شيوعا في مصر خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا. النصيحه بتاعتنا اللي في الاخر نقولها، عمليات تصغير ورفع الثدي من انجح العمليات اللي بتتعمل في مصر وفي الوطن العربي. نتيجتها اكتر من مرضيه وفتره التعافي بتاعتها تقريبا لا تذكر. المهم انها تتعمل مع حد كويس في مكان كويس. كان معاكم دكتور وائل يحيى، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.